بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ تعالوا بقى نعمل حاجة طول عمرنا كنا بنستخدمها غلط، سلق وحاجات من دي. تعالوا بقى نعمل افكار هتعجبكم. الفكرة دي طلعت فكرة صح الصح الصح الصح، والطعم اللهم صل على النبي. تعالي بقى شوفي كده فكرتنا ايه هي. طلعت عبقرية ما شاء الله. يلا كده هتشوفي بقى ايه الفكرة، ازاي نستخدم الحاجات الحلوة دي ونطلعها بالنتيجة الحلوة دي. شوفي مقاديرنا ايه. عسل معنا ارنب زي السكر، غسلناه ونضفناه وايه حاجة كده عسل. في فصين توم، ومعانا بصلتين شرايح، وقرن فلفل شرايح، وبطاطس، وكمون وملح، ومعانا فلفل اسود وكزبرة وشطة وسبع بهارات. الشطة دي لقيتها عشان دي شطة اسواني صعبة كده حراقة قوي، رحت انا شلتها وحطيت مكان الشطة بابريكا، بس فضلت حراقة برضو من الحبة اللي فاضلين دول ايه، بس كان عسل. للناس العسل يطلع عسل كده. المهم هنديله تحميرة حلوة كده، تحميرة حلوة كده ايه، بحبة زيت زيتون، زيت نباتي، زيت عادي، المهم زيت ما يكونش ليه ريحة وحشة، علشان احنا حاطين معلقة بس لاننا مش عايزين الاكل دسم. لان اللهم صل على النبي طلع دسم دسم، حاجة جميلة، طلعت حاجة كده زي السكر. هننزل بقى ايه، هنديله كده بص تحمير كده. اول لما بص عمل ازاي يبدأ بقى يتحمر. هو كان معايا اللون حلو كده، بس هنا مش باين اللون في الكاميرا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا مولانا محمد. مين الحلوة اللي معايا في الفيديو لحد هنا وعملت لي لايك حلو كده وكومنت حلو؟ والفكرة دي جربيها بإذن الله تعالى، هتعجبك جدا جدا جدا. احنا برضو عشان لازم نديله تشويحة كده ونديله صدمة حلوة، عشان لحمة الأرنب تبقى حلوة كده معانا. الصدمة اللي خدتها دي طلعت الطعم وودته في حتة تانية، حاجة كده صلاة النبي. بصي بقى ننزل بالبصل كده، ننزل بالبصل كده، وبعدين ننزل بالفلفل. الاول سبت الفلفل وارجع اقطع فصين التوم اهو كده. ننزل بالتوم، هنديهم تقليبه مع بعض حلوه كده. بصي بقى شوفي اهي خلاص خدت لون حلو. انا ما بحبش اغمق في اللون، انا احب لون ذهبي كده. فخلاص هو بصي ما شاء الله. اللهم صل على النبي. ماشي حلو كده لحد كده. بصي بقى ايه ده ايه ده، ايه العسليات دي، ايه الطعامة واللذاذة دي، حلوة التقليبة دي. تمام. احلى حاجة في الارانب ما بيبقاش فيها جلد، عشان بتبقى مسلوخة كده بتبقى لذيذة، مش عاملة زي الفراخ بقى الجلدة تلزق، لا تفضل في البتاع. تعالي ننزل البطاطس. هي كده خلاص خدت الصدمة، كانت طالعة بدوب دوبان كده دوبان. وهننزل بقى بحاجتنا بقى الحلوة بقى، نكهاتنا الجميلة دي. فلفل اسود والبابريكا بصي، ومعلقة الشطة اللي انا قلتلك عليها اهي، خدنا نصها حطينا بدلها بابريكا. فلفل اسود وكزبرة دي للأمانة، واديتها رشة سكر ما كانش في المكونات كده. الملح ما كانش معانا في المكونات، بقى رشة السكر اللي انا بجيبها دلوقتي. ايوه هي شفتيها، هتطلع معاكي اللحمة بقى ايه، عسل. وبتحوش اللدعة بتاعة الطماطم. الفكرة هنا ايه، فكرة الطماطم ني في ني والحاجة نية في نية. عشان ايه؟ حضرتك عاملة رجيم،
مثلا يعني ايه مع المعدة والقولون والروايات الحلوة دي، حاجة جميلة كده عشان انت جميلة ان شاء الله هتعجبك. الاكلة تطلع خفيفة وفي نفس الوقت يعني لها طعم ولها ريحة. انا عيالي اول مرة ياكلوا الارانب دايما يقولوا يا ماما، لا يا ماما مش عارفة ايه، فانا عملت لهم بالفكرة دي من ريحة الطبخة اللي كانت ريحتها الله اكبر مالية المكان. والله ما شاء الله، الله اكبر، طلعت زي العسل ما شاء الله. بصي بقى طلعناها اهي، طلعت خلاص. بصي كده ما شاء الله. انا اللي كانت ناشفه جدا وجميله، بنتي قالت لي لا يا ماما بعد الجمال ده انا بحب الشوربه. بصي دايبه ازاي ما شاء الله، ولحمته بيضه وعسل. عملت جنبيها رز بشعريه وسلطه ومخلل، وكان حاجه كده جباره، بقولك جباره 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 جباره. تعالي بقى ايه كلي معانا بالهنا والشفا ونعمل حاجه حلوه. تعالي بقى بعد الاكله الحلوه دي نعمل حاجه حلوه وجميله. يلا شوفي ايه هي الحاجه الحلوه. بصي قرمشناها، طلعت مقرمشه ولذيذه في نفس الوقت. ايه هي بقى الحاجه الحلوه دي؟ تعالي بقى شوفي صينيه البسبوسه بتاعتنا بطرق جديده وتكات مختلفه. هنا معلقه سمنه، كوبايه لبن، وبيضه. انا نسيت اقولك ان الشربات كوبايتين سكر مع كوبايه ميه. هو كنت ايه دوبته ورحت ولعت عليه. ده الشربات الاول. تعالي بقى، انا قلتلك هنا ان فيه بيضه، معلقه سمنه، وكوبايه لبن، ونقول ما شاء الله. هنا حتى انا بقول دي روح الورد، قلت احطها كده مطلعه معايا الريحه جميله. والنقطه دي يا خبر ابيض خلت طعمها روعه، طعمها كان زي العسل. بس ايه، تابعي معايا الفيديو لحد اخره كده، واعملي لي لايك، ونزلي نقطتين فانيليا حلوين زيك كده، او كيس فانيليا في اللي هي البودر دي عادي. حط ورقة او اتنين حسب ما عندك. هي بيضة اللي احنا حاطينها بس للريحة عشان تطلع معاكي قوية. ايه خليهم ورقتين او ظرفين او باكوين حسب ما انتي بتقولي يعني. اللهم صل على كامل النور. البسبوسة اللي استخدمتها هنا حلو الشام. حلو الشام طلعت روعة روعة. هنمسك المضرب كده وندوب كده تدويبة كده البيض والسمنة والفانيليا واللبن مع بعض. بص بقى القوام كده حلو. انا اول مرة اعملها من غير زبادي، طلعت معايا حاجة ما شاء الله حلوة، طلعت لذيذة جدا. بص عشان كنت فاتحة الكيس نسيت اوريك الاسم، فبقولك ايه اسمها اهو. بصي حلو الشام، طلعت حلوة جدا بجوز الهند، وبعدين حطيت لها تاني كوباية جوز هند. فعارفة كان طعمها هند فند، عسل 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 عسل. قلنا كده أكلة سريعة نحلي بيها بعد الأرنب الدسم ده، كان حاجة دسمة كده. معلقة بيكنج باودر حطيتها على مرتين، نص، وبعدين هرجع تاني اخد نص اهو. شفتي انت مش عايزه تحطيها مش لازم، بس هو بيديها نفشه كده حلوه وبيطلعها معاكي طريه. ذره ملح ويطلعها معاكي ايه طريه. حطينا ذره ملح، بيكنج باودر، بيضه، حبه لبن يعني قولي كوبايه لبن، ومعلقه سمنه، وفانيليا، وروح الورد. روح الورد دي مش لازم لو انت مش عايزاها، بس هي معايا طلعت نتيجة الله اكبر. وبصي كوباية جوز الهند اللي بقولك عليها حطيتها ما شاء الله. البسبوسة ما بتتقلبش كتير. البسبوسة بصي يا دوبك كده، بصي تشربيها السائل بتاعها اول حاجة اللي انت عاملاها لها كده الدسم، او شوفي بتعمليها بايه وخلاص. ما بتتدوبش عشان ما تدوبيش الدقيق بتاعها وتنعميه، لازم يبقى مرمل كده، حبات رمل كده. هنا معايا صينية دهنتها مادة دهنية، ونزلت فيها الخليط الجميل بتاعنا ده، ولعت الفرن، حطيتها في الرف اللي في النص
هتطلع معاكي بقى ايه حاجة كده جميلة. اهم حاجة تظبطيها كده. بس هنسويها كده، بصي في الصينية اهو. حطيها بقى في الرف اللي في النص، درجة حرارة ايه متوسطة، وبوطي البوتاجاز ما تسيبوهوش ده يا بنتي كده تلسعها في الاخر. تعالي بقى بصي هنا الشربات بتاعنا، هنعصر عليه ليمونة. خد غلوة كده 7 دقايق اهو لحد اما لونه ابتدى يصفر. هنحط كيس فانيليا ونعصر الليمونة، وتمسكيه كده على صباعك كده هتلاقيه ايه بدأ يلزق معاكي، يبقى القوام بتاعه حلو كده. خلاص تدفع عليها. انا طفيت عليها كده، عمل لي بجبجل على البوتاجاز بهدل الدنيا بقى ليه. رحت قلت له خلاص يلا كفايه عليك كده. بس بقى يمسك كده في الصباع، شايفه اما تعمل خيوط كده. لو انت عايزاها اتقل من كده خليه يعمل معاكي خيوط، يعني اديله كمان غلوايه. بص بقى، الله اكبر، طلعت الله. بص بتشرب الشربات ازاي، ما بتلاقيهوش اساسا. شايفه ما شاء الله. ما دام بتشرب معاكي الشربات يبقى بسبوستك ناجحه 100%. لايك وشير وتفعلي الجرس وتشتركي في القناه وتوحدي الله علشان توصلك صينيه البسبوسه الحلوه دي. يا سلام بقى لو عملتلي لايك وكومنت جميل زيك كده. شوفي شاربه الشربات عامله ازاي، حاجه كده زي العسل. بصي مهما تديها الكميه، اللهم صل على النبي اللهم بارك، هي الكميه مظبوطه على قد الصينيه بالظبط. بصي ما شاء الله، طريه وكانت جميله وزي العسل. يلا كده حبيبتي اللي وصلتي معايا بالفيديو لحد هنا، اعملي لي لايك بوريكي طريانها. بصي انتي بعد ما تعملي كده ومغطيه عليها لحظه تطلع معاكي زي العسل. بس انا دوست عليها شويه في السوا، انتي ما تدوسيش عليها شويه في السوا عشان تطلع معاكي مظبوط. بس طلعت معايا روعه، عارفاها والله روعه 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 روعه. قلت انا لسه هجيب، انا لازم ادوق الاول، دوقوني الاول يا جماعه. ترميلتها وكده. يلا بصي يا سلام، ده عشان سخنة كمان. لما سيبناها بقى وبردت، يا ما شاء الله ما شاء الله، انا على طول قطعتها وكلت منها. يلا بقى لايك وشير وفعل الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.